بعد الحكم على الطفلة جنات انتشر فيديو لطاهر السياغي أبو الطفلة جنات وهو بيقول للقاضي اعطيني بنتك وشل لك 5 مليون، ليش تحكم لي 5 مليون و15 سنة؟ اعطي بنتك واحكم لي نفس الحكم. أهم شيء القاضي زعل من هذه الكلمة حق أبو الطفلة جنات عندما قال للقاضي اعطي لي بنتك، وحبس أبو الطفلة جنات. معاكم عقل مفسد في الأرض. إذا هذا المغتصب الذي اغتصب الطفلة جنات مشوه مفسد في الأرض، من هو المفسد؟ من هو المفسد؟ يا جماعة الخير، مغتصب اغتصب ابني أو بنتي، أنا عني شخصيا علي الحرم ما أصير أبلغ، علي الحرم لا أذبح من الوريد للوريد، ما أناش حمار أصير أبلغ وأرجع ألاحق في المحكمة، ألاحق في النيابة على من اغتصب بنتي ولا ابني. معاكم عاد مغتصب يتم إعدامه شرع الله، مفسد في الأرض، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حكومتنا وين القبيلة؟ أنتم قبايل قبل ما تكونوا دولة. معاكم عاد. أناشد من الشرفاء من حكومة صنعاء بالنظر إلى قضية الطفلة جنات وأبوها الذي الآن محبوس، بنت مغتصبة وفي الحبس. انظروا إلى هذه القضية بعين الاعتبار، لا تستفزوا شعب كامل، لا تهينوا شعب كامل بهذه التصرفات. بنت مغتصبة والمغتصب محكوم عليه 15 سنة وأبوها المغتصبة في الحبس لأنه قال للقاضي اديني بنتك، زاعل معترض على الحكم. لا تستفزوا الشعب. حكومتنا لا تهينونا بهذه التصرفات، لا تستحقرونا، لا تذلونا بهذه الأفعال. انظروا إلى قضية الطفلة جنات، المغتصب إعدام وأبو الطفلة يخرج. طبعا وبعد التهمة هذه التي نسبت لطاهر وتم زجه في السجن، تم إخباره في السجن أن يوقع على الحكم وعلى أن الحكم صحيح وسوف يخرج بضمانه، ولكن طاهر السياغي رفض أن يوقع على هذا الحكم وأن يبيع عرضه وشرفه ب5 مليون. الشعب في غضب شديد جدا واستنفار غير طبيعي، فلذلك أنا أتمنى أن لا تجعلوا أحمد نجاد السبب بإزالتكم من اليمن. مصطفى المنوري داخل صنعاء ويتكلم بحرقة، بغض النظر على أنه كان يلمع لكم في بعض النقاط، ولكن يتكلم بحرقة وألم على أن الشعب اليمني بالكامل مش راضي وزعلان وغاضب، ولا تهينوا الشعب ولا تستغفلوا الشعب. فأنا أتمنى من إذاعة كان باقي قياديين لديهم عقل وحكمة ألا يقمروا أزود مما هو عليه، ينفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى. هي ليست أوامر الشعب اليمني، هي أوامر إلهية، واجب عليكم ديني أن تقوموا بإعدام أحمد نجاد. هذا مطلب إلهي قبل أن يكون مطلب شعبي. فأنا على يقين أن أحمد نجاد سيكون عقبة كبيرة جدا لكم يا ميليشيا الحوثي في صنعاء. أحمد نجاد عراكم بمعنى الكلمة. أحمد نجاد أقنع الكثير من الشعب اليمني الذي ما زال يراهن عليكم على أن فيكم أمل لنصرة الشعب اليمني وتطبيق أوامر الله. أقنع الشعب اليمني أحمد نجاد على أنكم لا تصلحون لدولة. فأتمنى أن تلملموا ما تبقى إن تبقى لكم من قيمة وهيبة عند البعض من الشعب اليمني، ولتحكموا على أحمد نجاد بالإعدام وتفرجوا على والد الطفلة طاهر السياغي الذي يدافع على عرضه وشرفه والشعب اليمني عن بكرة أبيه 40 مليون يمني واقف مع طاهر السياغي.